السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنخلل مع بعض الزيتون التفاحي والزيتون العزيزي. انا معايا هنا 2 كيلو زيتون تفاحي زي ما انت شايفه كده. اخدته غسلته كويس قوي وشقته بس شقه واحده بس من الجنب كده، وابتديت ان انا الفه بالملح، يعني انقعه في الملح. بعمل طبقة ملح، طبقة وطبقة زيتون، سواء بقى ملح الخشن او الملح العادي بتاعنا. ونفس الموضوع عملته في الزيتون العزيز. انا عشان ما اكترش عليكم الفيديو فمقصره بس الفيديوهات. بعد كده لفيته في الشنطه اللي انت شايفاها ديت، شنطه البلاستيك دي، وقعدته 3 ايام. ده بعد 3 ايام شلته بقى من المراره. هو بينزل المراره بتاعته والميه كلها في قلب الكيس البلاستيك دوت، او تغطيه بشنطه او باي حاجه من عندك. جبته شلته من الميه ديت وصفيته كويس قوي وحطيته في الحله زي ما انت شايفه كده. وابتديت ان انا اعبي في البطرمان بالخلطه اللي انا هحطه فيها، هخلله فيها. الخلطه دي عباره عن ايه؟ الخلطه دي عباره عن جزر وفلفل حامي على رومي، الاحمر اللي هو منتشر في السوق الايام ديت. ابتديت ان انا احط حبه في البطرمان، وحبه بعد كده حطيتهم خلطت بيهم الزيتون زي ما انت شايفه كويس قوي كده. ما تخافيش، الملح مش هيخليه اللي انا حطيته مش هيملح خالص. وابتديت ان انا احط طبقه زيتون، وحطيت فصين توم، وابتديت ان انا برضو احط معاهم حبه كرفس زي ما انت شايفه كده. وابتديت ان انا اعبي البطرمانات بتاعتي. معلش انا مسرعه الفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. عبيته كده في البطرمانات زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا بقى ال4 كيلو زيتون كنت حاطه عليهم 3 كيلو ليمون. هبتدي بقى ان انا اعصر عليهم الليمون زي ما انتم شايفين كده بالبذر بتاعه بكل حاجه. زي ما انت شايفاه كده هوزعه مع البطرمانات. تمام. ومن نفس الخلطه اخدت حبه منهم عملتهم مع المحلول الملح اللي احنا هنخلل فيه الزيتون. حطيت عليه قد ايه المحلول الملح ده؟ حطيت عليه كيس ملح، على حسب ما انتي بتحبي الحدقان بتاع الملح. اصلا الملح اللي احنا عملنا بيه الزيتون ده مش هيأثر عليه خالص، اللي احنا لفينا بيه الزيتون. ورحت مدوبه الملح كويس قوي، وابتديت ان انا اعبي البطرمانات زي ما انت شايفه كده. مش هنعبي البطرمانات كتير قوي ميه، يا دوبك يتغطى بس. وهبتدي بقى قشر الليمون اللي انا عصرته بيه، هبتدي ان انا اغطي طبقه البطرمان من فوق بقشر الليمون ده، عشان يعمل عازل بعيد عن الزيتون، عشان لو في اي هوا لا قدر الله ولا اي حاجه دخله ما تعملش طبقه عفونه على الزيتون. وهبتدي ان انا اغطيه بطبقه زيت زي ما انت شايفه كده، تعمل عازل خالص عن الزيتون. وهبتدي ان انا اغطيه كويس جدا بالكياس البلاستيك، واغطيه كويس قوي 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 زي ما انت شايفه كده. واحفظه بقى في المطبخ، في ضرفه المطبخ عندك، بس بعيد عن الحراره خالص. في ضرفه المطبخ عندك في اي مكان انت تحبيه، لغاية ان شاء الله هيقعد معاكي من السنة للسنة، والزيتونة هتبقى مقرمشة ومش هتبقى مهرية ولا اي حاجة. وبالهنا والشفا عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وتعملوا لي شير للقناة عشان نكبر مع بعض. معلش انا بتأخر عليكم في الفيديوهات، سامحوني كان غصب عني والله. كانت في ظروف عندي. فجربوا بقى الطريقة دي، جميلة جدا. دي طريقة امي الله يرحمها. والله بجد بجد يعني هتاكلي احلى زيتون، وهيبقى انضف من بره بكتير. وبالهنا والشفا. زي ما انت شايفه كده البطرمانات شكلها تحفه. سواء الزيتون العزايزي او التفاحي. بس العزايزي بياخد سوا شويه عن التفاحي. التفاحي بيستوي بسرعه عنه. وبالهنا والشفا. ان شاء الله احنا كده هنفتحه مع بعض في رمضان، ولما افتحه هبقى اوريه لكم. وان شاء الله هنزل لكم برضو طريقه الليمون المعصفر والزيتون الكلاماتا. وهنزل لكم الخيار المخلل والبصل. وان شاء الله هنعمل مع بعض حبه مخللات كتيره جدا. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. متنسوش بقى، معلش انا طولت عليكم، تدعموني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.